السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يا صباح الورد وصباح الهنا وصباح السعادة على كل اخواتي وكل متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر. حبيت تشاركوني الفيديو النهارده وهنحضر مع بعض الغدا، وكمان هنروح نجيب البصل. ويلا بقى كده عشان تعرفوا سعر البصل ايه، وكمان ازاي تخزنيه في الجو الحر ده. بس صلوا على النبي في التعليقات وقولوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. صلى على النبي حبايبي. ويلا بقى كده حطونا لايك ويلا عشان ندخل على الفيديو النهارده. بس قبل ما نبدأ بقى تعالوا كده نشوف الجو الجميل دوت، وده بحر مويز. ده كده حبايبي نسبة إلى سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. وده كده بحر مويس اللي هو يعني أو فرع منه اللي هو عدى منه سيدنا موسى. ده كده في طريقنا واحنا ماشيين كنا بقى رايحين نزور عمتي، وبعد كده رحنا نجيب البصل، فكان الجو يعني ابتدى يضلم شوية. قلت بقى وانا ماشيه كده اصور لكم، فطبعا عم رحنا نجيب البصل كان الجو ضلم علينا، ما كنتش عايزه اصور، بس قلت خلاص بقى انا هجيب يعني اعرفكم بس كده ان انا اشتريت البصل اهوت، وهنروح بقى ونكمل مع بعض الفيديو. يلا بقى حبايبي الحقوا هاتوه عشان طبعا سعره هيغلى. هو دلوقتي لان طبعا بعد كده بيتصدر بره مصر، وبتلاقي بقى خلاص يعني ما يكونش فيه بصل خالص في البلد او بسيط خالص، فسعره بيرتفع. ده كده البصل اهو حبايبي. طبعا اخترت البلكونه هنا ليه؟ البلكونه زي ما انتم شايفين كده يعني الشمس مش بتيجي فيها قوي، لان طبعا لو حطيت البصل بتاعك في الشمس بيستوي، يعني هو ناي كده بتلاقيه بيستوي كده، وتلاقيه كانك سلقاه مسلوق. تيجي تعمليه وبتلاقيه بايظ خلاص منك. حاولي بقى تجيبيه وتحطيه في مكان يكون ظل، اوضه بقى عندك، مخزن، بلكونه كده تكون ضله. يعني شايفين بقى هو ناشف بسم الله ما شاء الله. يعني شايفين كده حبيبي لقيته ناشف. طبعا لما يكون ناشف كده والعرش بتاعه ناشف احلى ما يكون اخضر. طبعا لو ما كانش ناشف كنت يعني هفرده كده واحده جنب واحده، كنت هفككه كده من العرش بتاعه واحطه واحده جنب واحده. اما بقى عشان ناشف كده فهحط كل شويه جنب بعض. بس ما حدش يعلقه دلوقتي، لان طبعا لسه نسبه الميه اللي بتبقى في العرش بتاعه بتنزل في البصلايه تاني. لما تحطيه كده منه لفوق ترفعيه، فده كله بيخلي البصلايه تبوظ منك، والميه اللي فيه بتخلي البصله تبوظ. لكن لما بتحطيه كده على الارض على طول على حاجه تكون صلبه كده، فهو طبعا بيكمل. طبعا حبايبي الميه اللي بتبقى في العرش بتنزل في البصلايه نفسها، مش بيبوظ منك. لكن لو علقتيه البصلايه هتضرب منك وهتبوظ، وهتلاقي البصل كله هترميه. لكن خلي بقى البصل كده اول ما تجيبيه سيبيه في الارض على حاجه كده في الارض، بلاط بقى، اسمنت، ارض عاديه زي ما يعني، المهم تحطيه كده على الارض. ولما نتاكد ان هو نشف خالص نهائي خالص ما عادش فيه ميه خالص، نبقى نعلقه. وطبعا عملت فيديوهات معاكم كتير وانا معلقاه. سعر بقى البصل حبايبي ده كده الكيلو ب6 جنيه. طبعا في ناس بتبيعه ب8، ناس بتبيعه ب6، وفي كمان ب5 جنيه. 5 جنيه صغير بقى كده شويه يعني. فانا جبت اللي هو ولا منه كبير قوي ولا منه، يعني جبت الوسط زي ما انتم شايفين كده، فالكيلو ب6 جنيه. طبعا ربنا يرزق الجميع يا رب ويصلح حال الناس كلها. طبعا كل واحد بيختلف عن التاني، لكن والله انا جبته عشان طبعا ما حدش يقول ده انا بقول كده، والله العظيم انا جايباه ب6 جنيه عشان طبعا ما حدش يكذبني في الفيديو ويقول ده هي بتقول كده. لكن ده كده ب6 جنيه الكيلو. وطبعا صاحب البصل قال لي هو هيغلى، اللي بيبيع التاجر قال لي والله سعره هيرتفع، ولانه طبعا هيصدر بره مصر، ويبقى البصل يبقى قليل خالص في البلد، وطبعا بالتالي سعره بيرتفع. يعني دلوقتي كده هو لسه هاجم كده وكتير في البلد، طبعا بيبقى سعره يعني يعني زي مناسب للجميع. فكده الكيلو ب6 جنيه. طبعا لسه يعني ان شاء الله كده ربنا يصلح الحال، واجيب كمان شويه برضو قبل ما يغلى. وشايفين بقى الحبيب العرش اهوت بتاعه يعني ناشف، عشان كده بقى يعني لو كان اخضر كنت هفرده واحده جنب واحده. شايفين بقى الحبيب اهوت، انا بحب اجيب البصله الصفراء، تبقى كده بتخلي الاكل بتاعك يعني، خلي البصله الصفراء بتبقى حلوه للاكل. اما بقى البصله الحمراء بتبقى
يعني البصل الاصفر ده بيبقى حلو للطبيخ، تعملي بقى منه طبيخ، تعملي منه تتبيله الفراخ، تعملي منه اللحمه. ده كده بيبقى خلي كده الاكل بتاعك مسكر. اما بقى البصل الحمراء بتبقى احسن للاكل اللي انت بتاكليه بقى كده جنب الاكل وهو نايم. لما تيجي تشتري بصل كده صغير دوت او للاكل بتجيبيه الاحمر، اما بتاع التخزين بيبقى الاصفر. وكل سنه وانتم طيبين حبايبي. تعالوا بقى علشان نشوف نكمل فيديو النهارده ونشوف بقى هنعمل ايه. شايفين حبايبي انا جايباه فهو في جنب البلكونه خالص، يعني الناحيه اللي مش بيجي عليها شمس خالص. وطبعا كل يومين كده هدخل برضو واشوف عشان طبعا اتابعه برضو عشان مفيش حاجه تبوظ منه. يلا بقى عشان نحضر الغدا. كنت هنا بقى مقوره الكوسه وبتنجان وفلفل، وكنت هنا بقى مطلعه ورك ديك رومي عشان بقى نسويه كده بالطريقه العاديه، بس هعمل بقى كده خطوه يخلي طعمه جميل. حطيته بقى حبايبي طماطم وورق لورا وحبهان وبصل وكده، اديته بقى سلقه يعني يستوي تماما ما يكونش ني خالص. واول ما استوى على طول جبت بقى هنا حوالي معلقتين زبده، سخنتهم على النار وبعد كده سيحتهم يعني زي ما انتم شايفين كده، هسقي بقى كده الورك زي ما انتم شايفين بالزبده. زبده سمنه بلدي، الماده يعني الدهنيه المتوفره عندك، عشان ما فيش حد يعني تقف على حاجه وتقول ما عندناش، لا اللي عندك استعمليه وربنا يحيي كل واحد زاده، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا الزبده بتسيح وبشرب بقى كده منها اهوت. وبعد كده دلوقتي انا مسخنه الفرن عشان ادخله بقى على نار تكون طبعا هولع من تحت ومن الجناب برضو، يعني الشعله ومن تحت برضو، لان طبعا هو مستوي. هحط بقى هنا عليه معلقه صلصه تديله برضو لون حلو كده زي ما شفتوه في اول الفيديو. طبعا في الوقت ده حبايبي انا مولعه بقى على المحشي، بس ما جبتش معاكم وانا بحشي، اختصرت معاكم الفيديو. هسويه كده في حله واحده البتنجان والكوسه والفلفل، وبعد كده برضو هدخله الفرن. طبعا مولعه من الجناب اهوت ومن تحت برضو، ودخلت بقى الورك اهوت، وطبعا هقلبه على الناحيه التانية برضو، يعني على الناحيتين. طبعا ممكن تسيبيه من تحت، وطبعا انا مولعه من تحت وهيتحمر من تحت برضو ومن فوق. كان بس كده حطيت يعني انا حطيته على الناحيه التانية كده، وقلت برضو ياخد لون. طبعا الزبده اللي ساحت دي مش هضيعها كده، دي اللي بقى احطها على وش المحشي وانا بسويه. بعد ما المحشي يستوي احطه بقى في الصواني، وزي ما انتم شايفين حبيبي اهوت. ادي بقى كده الصوص اللي نزل من الورك، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد الزبده. ده كده هحطه على المحشي وادخله الفرن، عشان طبعا مش نضيع حاجه، يعني نستغل كده الحاجات اللي احنا بدل طبعا ما يعني نستغنى عنها ونرميها او تبوظ مننا، لا يعني نسخن بقى بيه المحشي كده وندخله الفرن. طبعا حبيبي بقعد قدام الفرن كده واتابع الحاجه عشان الحاجه ما تبوظش منك. ممكن يا دوب بس كده تروحي مكان وترجعي تاني تلاقي الحاجه باظت منك. لا كل شويه كده فضي نفسك لما تكوني مولعه الفرن عشان الحاجه بتاعتك تطلع مظبوطه ومش تضيعي تعبك. 5 دقايق قدام الفرن بس تدنك كده قاعده علشان تتابع حاجتك وتطلع بسم الله ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين حبايبي. مكان بقى برضو الزبده دي هحط البتنجان، هرص برضو البتنجان وادخله الفرن برضو كده ياخد نفس الفرن ويطلع بقى كده على طول. طبعا بندخله الفرن ليه ياخد لون كده حلو، وكمان برضو نفس الفرن اللي يعلى عليه بيدي طعم حلو للاكل. طبعا الفرن البلدي او اي فرن بيدي برضو طعم حلو للاكل. لو انت مش عاملاه من البدايه خدي برضو كده اخر لمسه كده او اخر خطوه دخليه الفرن يبقى برضو طعمه جميل. وده كان فيديو معاكم النهارده حبايبي، يا رب يكون عجبكم ويكون لرضاكم، وكل سنه وانتم طيبين. يلا بقى كده الحقوا هاتوا البصل عشان طبعا هيغلى، سعره هيغلى، ودلوقتي ب5 و6 جنيه والله. وبرضه في ناس بتبيعه ب7 وب8، يعني ربنا يرزق الجميع اللهم امين يا رب العالمين. وطبعا زي اهم حاجه اوعى تحطيه في الشمس عشان الشمس بتسلقه
وبتسويه كده وهو ني، تيجي تستعملي تلاقي البصل من جوه كأنه مسلوق، فهاتيه وحطيه في مكان يكون ظل بعيد عن الشمس، وبعد كده لما ينشف خالص نبقى نعلقه. وكل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الأيام بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.